مهندس وليد ده رئيس حي العرب، ربنا معاك. استمر في الازالات وما تخلوش يا جماعه حاجه توقفكم. الموضوع ده لازم نستمر فيه. ده باب واتقفل خلاص. واتمنى كمان التلاتيني، يا رب التلاتيني بالمره يوسع، لانه صعب المشي فيه بجد، يعني حرفيا صعب. عايز اقول لكم على حاجه. خلينا مع اللي هو محب يا جماعه، خلينا نقف معاه، خلينا نتكاتف. الراجل عايز يعمل حاجات حلوه للبلد على فكره. اللي هو محب صريح جدا ومش بتاع لف ودوران. معاه واتكلمت معاه وشفته طبعا كتير، وشفت حاجات يعني لو قعدت اتكلم عليها هتقولوا ده بيطبل. انا ما فيش عايز منه حاجه، انتوا عارف. فانا اللي هو محب، يا ريت نتكاتف معاه. وبجد انا قلتها مره واثنين وثلاثه، ما بيبقاش مع حد اللي هو، او بالكتير قوي يبقى معاه اتنين في كل شارع بينزل يبص فيه. اوعى تفتكر اللي هو محب لما بينزل الشارع ويلاقيه صرف او اي حاجه هو ما بقاش عارف ان هو نازل وكان فيه. لا، ببقى عارف ونازل متعمد عشان يوري رئيس الحي هو عامل ايه. وراجل عسكري وذكي جدا، ونفسه ينقل بورسعيد في مكانه احسن بكتير قوي من اللي هي فيه. ايدينا في ايديه وكلنا معاه ان شاء الله لوضع بورسعيد في مكانه تليق ببورسعيد. انا مش عايز اطول على حضراتكم، وانا بشكركم جدا.